فعلوها المغاربة، فعلوها الأسود، وبعودة مستحيلة. المنتخب المغربي واجه المنتخب الأمريكي في ربع نهائي كأس العالم للمنتخبات دوري الملوك، هذا وبعد ما هزم اليابان في المرحلة الأخيرة. بدأت المباراة من أول الثواني بيفتتح ندير المباراة بالأول للمغرب، بس التعادل ما بطول من فيجا، وبعده على طول بضيف الأمريكي الثاني، وموراليس بيكسب ركلة جزاء وبسجلها بنجاح، ومن تسديد المغرب بقلص الفارق. أما الحارس الأمريكي بتسديدة قوية بسجل الرابع، ومن مرتدة بتسجل الخامس لينتهي الشوط الأول ب5-2. ومع بداية الشوط الثاني فؤاد بسجل الثالث للمغرب، والممثل الأمريكي بطلب ركلة جزاء وبنجح بالتسجيل ليكون السادس. سعود بنجح بتقليص الفارق للمغرب، بس برد عليه بينيتس بالسابع، وش فيه هذا الأهبل. وفؤاد ومين غيره بنجح بتسجيل الشوت اوت. وفي نهاية المباراة بتصير الهدف بهدفين، وبنجح ندير يسجل ليعدل النتيجة، ونتجه لركلات الجزاء بعد التعادل 7-7. الأولى أكيد بسجلها فؤاد، أما الأولى لأمريكا بتضيع، المغرب بضيع الثانية، وكمان أمريكا بتضيع الثانية، الراقي بضيع الثالثة، وموراليس بسجل ليعدل، الرابعة بتتسجل بنجاح للمغرب، أما أمريكا بتضيع ركلتها، سعود بضيع ركلة المغرب، بس كمان بتضيع ركلة أمريكا، ورسميا المنتخب المغربي يتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم لدوري الملوك. لعبتهم كأس العالم، واحتفل يا الياس بيطلع لك يا نظيف.